السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كفته. هنعمل لكم برضو حاجه كده برضو من ضمن الوجبات السهله اللي هي ما بتاخدش وقت وسريعه. هعمل لكم كفته برغل. انا بحب اعملها بصراحه كده بطريقتي، يعني ما بحبش احط لها اضافات. انا اتعودت عليها كده من زمان، ما بحطش عليها اضافات يعني كتيره وتضيع طعمها. هنا هحط الاول، معلش سوري، هنحط البصل ياخد كده لفه قبل ما احط اللحمه. هنا معانا نص كيلو لحمه. هنا دي كوبايه برغل انا نقعتها بقالي نص ساعه. كوبايه واحده على نص كيلو لحمه. هي فيها حاجه نقعتها وصفيتها جامد جدا من الميه. تمام. وبعدين معايا برضو مقطعه نص كوبايه كزبره خضراء على عود شبت. جربوا الكزبره هنا عن البقدونس، هتلاقوها برضو ليها طعم مختلف. تمام. وفي هنا كمان معايا فلفل. ده فلفل مش طماطم، ده فلفل احمر مقطع برضو حتت، يعني ايه، حاجه بسيطه كده، ربع فلفلايه كده. كان المفروض بصراحه يبقى فيه فلفل اخضر، بس يعني سوري يعني. هنا بقى معانا التوابل. معانا بصل باودر، توم باودر، بابريكا، ملح وفلفل، وهنجيب بهارات لحمه. ومعايا هنا 10 جرام دهن انا بشراها وحطها عشان اضيفها عليهم. تمام. هنا هندي لفه للبصل الاول. هنضيف عليها بعد كده اللحمه، تاخد لها لفه برضو معاها. تمام. طبعا انت حابه تضيفي عليها حاجه تانية ضيفي، انا ما عنديش مشكله، بس انا شايفه ان كده تمام. هضيف بقى معاها البرغل بالكزبره بالفلفل الاحمر. طبعا هنا انا مصفياه كويس عشان مش عايزين الموضوع يبقى فاكك معانا. وهنحط عليها البهارات كلها عشان تلف مع الكبه. ممكن طبعا تعمليها بتدعكي، بس الجو لو انت مفيش كبه تدعكي الحاجه دي كويس بايدك عشان تستمغ معاكي وتبقى كويسه. هنا بحط بيكنج باودر عشان برضه تبقى وانا بصبحها تبقى الصبع مفتح، يعني متبقاش مكتومه معايا. هنا ضربنا اللحمه المفرومه بالبرغل بالحاجات اللي عليها، وطلعتها اهو في الطبق لحد ما احس انها استمغت ولفت، خدت لفه كويسه محترمه كده مع بعضيها. ضربناها ضربا مبرحه. هنا بقى مجهزه معايا هنا يدوب كده عشان اعرف اصبع فيها الكفته. معلقه صلصه على معلقه زيت. وهنا معايا يعني ممكن تحطي عليها حاجه بسيطه كده عندك. انا عندي هنا بصراحه تتبيله المشاوي، هحط عليها حاجه بسيطه كده هنا عشان وانا بصبع ابقى اعمل السيخ وهوريكم. بس انا هضطر دلوقتي يا جماعه احطها بس في التلاجة كده نص ساعه عشان تمسك نفسها شويه. اهي ما شاء الله عليها تمام زي الفل. تمام.